نفر هيرو. هنشوف قدامنا دلوقتي 3 تحف فنية بتتحدى كل شيء، تتحدى الزمن، تتحدى أي فنان إنه يصنع مثلها. الأميرة خنمت وأختها الأميرة إيتا، هما الاتنين ليهم مقبرة مشتركة، مدفونين هما الاتنين في مقبرة واحدة بجوار هرم الملك أمنمحات الثاني في دهشور، وإحنا بنفترض إن هما يبقوا بناته. أول حاجة هنشوفها إكليل رائع من الذهب، صنع بعناية فائقة ودقة وحرفية تفوق أي خيال. لو دققنا في الإكليل هنلاقي إن فيه 200 وردة، قلب كل وردة مصنوع من الكورنالين اللي هو المرجان، وحول القلب دوت 5 ورقات من التركواز. يحيط بالإكليل 6 وردات أخرى بس حجمهم أكبر بكتير. الفنان نجح إن هو يخلي الإكليل يبدو وكأنه جزء من الشعر لما تكون الأميرة لابساه. لقينا كمان في المقبرة دي مجموعة من المجوهرات الرائعة اللي شايفينها قدامنا، يعني مثلا السلسلة الطويلة دي اللي فيها كمية فراشات كبيرة، وكمان إكليل تاني من الذهب مليان زخارف. أهم هذه الزخارف فرع شجرة عالي في المقدمة، صنع من أنبوب ذهبي وتم تثبيت زهرات صغيرة عليه. من الخلف هنلاقي إن هو بيتزين بشكل طائر، الطائر ده بيمثل الإلهة نخبت اللي كانت بتحمي الأميرة بأجنحتها.